حاجه كده، انت ممكن يبقى كلنا عندنا حاجات محتاجينها، يعني حاجات عايزينها. في مثلا حد محتاج يتجوز عشان الونس مثلا، او عشان شهوه مثلا عنده، او حد مثلا محتاج الفلوس عشان مثلا يحس بيها بالامان، يقدر يلبي احتياجاته وهكذا. يعني محتاجين الاصدقاء ونس وهكذا. فاحنا بندعي ربنا احنا البني ادمين طبيعيين بندعي بيعمل ايه؟ بندعي ربنا بالجواز، بندعي ربنا بالصحه، بندعي ربنا بالفلوس، بندعي ربنا ايه؟ بالحاجات اللي احنا ايه عايزين. احنا كلنا بنعمل كده عادي يعني. فبيقول لك ايه؟ ان في ناس بتزعل ان ساعات ايه ربنا ما بيستجابش الدعاء وكده يعني. فيقول لك حاجه، لا هو ربنا استجاب بس بطريقه انت مش شايفها. اللي هو ازاي يعني؟ هو بيقول لك ايه؟ ان ممكن ربنا يستجاب دعوتك فيديك الحاجه اللي انت عاوزها عشان تحقق تلبي الحاجه اللي عندك، او ممكن ربنا يشبع الحاجه اللي عندك اصلا تلقائي كده من غير ما الحاجه دي تحصل، وتبقى دي نعمه اكبر كمان، لانك انت بقى تجلي اسم ربنا عليك بصفه مباشره، بدون بقى ما يبقى في حاجه وسيط. فانت كده متعلق بالغني بربنا مش بالحاجه. احسن واجمل، لان مفيش حاجه هتبقى هي سبب سعادتك، مفيش حاجه انت بتعبدها، مفيش حاجه انت بتعلق بيها، ومفيش حد. لا، انت تعلقك كده بربنا، فبتاخد منه السعاده، بتاخد منه الانبساط، تاخد منه الانس، تاخد منه الامان، وكل ده تجلي صفات ربنا يعني. فتحس بالامان والاطمئنان والسكينه والسلام النفسي والهدوء وكده يعني. بس انت مش هتشوف بقى الطريقه التانيه دي وتحس باسماء ربنا وتجليها عليك وكده مباشره الا لما ترضى. لما تبتدي ترضى وتبتدي تتعلق بربنا بس، فتبتدي تحس بقى ان الحاجه بتاعتك دي تتزالت، او ما بقاش الاحتياج ده ما بقاش تعبك، او ما بقاش ذلك او كده. فانت حاجتك عند ربنا مش عند حد. فبيقول لك ايه؟ اللي راحت منه كل حاجه هو في الاصل ما فقدش حاجه، لو هو شايف ربنا الباقي، فالباقي معك ما ودعك. من رضي بقدري أعطيته على قدري. ولذلك الذين يعيشون في البلاء طويلا هم السبب. ليه؟ لأنهم ما رضيوش لو رضوا لرفع الله الايه. يجب أن نتربى جميعا في أن القضاء إذا نزل نسلم به. أول مرحلة فيه لا يرفع قضاء حتى يرضى به.